في يوم من الايام كان في ملك قرر انه يجمع الثلاث وزراء اللي عنده، وقال لهم انا عايز كل واحد فيكم ياخد كيس ويروح للبستان بتاع القصر بتاعه وينقوا منها فاكهه في الكيس من كل انواع الفاكهه ويملوا الاكياس دي ويجيبوها. الثلاثه استغربوا من الملك بيطلبوا، لكن راحوا الثلاثه. الوزير الاولاني حرص ان هو يملى الكيس من كل الثمار الجيده اللي موجوده في البستان، وبقى ياخد من كل نوع ثمره نوع وينقي حاجه حلوه قوي. وهو قال ان الملك اكيد بيشوف الثمار اللي موجوده جودتها عامله ازاي، فحاول ينقي اجمل حاجه ليه. اما الوزير الثاني فقال ان الملك اكيد مش هيبص على الكيس، واكيد هو عايز يشوف الكيس مليان ثمار وخلاص لغرض ما يعني، فبقى بصراحه ينقي وما كانش بيهتم قوي انه يجيب ثمار كويسه، كان بياخد اللي يقابله، في بعض الثمار الكويسه وبعض الثمار لاي كلام. اما الوزير الثالث قال ده اكيد يعني اختبار فكسان، اكيد الوزير عمره ما هيبص للكيس ده، فبقى يلم الحشيش اللي موجود في الارض ويلم الحاجات ويملى الكيس بحاجات غير الثمار خالص. قرر الملك ساعتها اول ما رجعوا الثلاثه انه يسجن الثلاثه لمده 3 شهور، وقال ان كل وزير من دول هياخد الكيس معاه في السجن اللي هو لمه. الوزير الاولاني خلال ال3 شهور كان بياكل اجمل الثمار لان هو جمع انضف الثمار. اما الوزير الثاني كان عايش بالعافيه بصراحه، كان بيدور على الثمار الكويسه ياكلها الصالحه منها، ويعني نوعا ما قضت معاه 3 شهور. اما الوزير الثالث مات من الجوع لانه ما كانش لامم اي حاجه. الاعمال الصالحه اللي انت بتعملها في حياتك هتقعد لك في الدنيا والاخره، طول ما انت ماشي لم عمل صالح، اكرم بني ادم، اقف جنب بني ادم، ما تكذبش، ما تخونش، ما تعملش حاجه وحشه. مش هقول لك ان احنا يعني معصومين من الغلط، لا بنغلط، بس الاعمال الصالحه اللي انت بتعملها دي هتقعد لك، وعلى فكره مش هتقعد لك بس في الجنه قدام ولا في الاخره، هتقعد لك في الدنيا. فيا ابني راضي ربنا في عملك اللي انت قاعد فيه، راضي ربنا في اهلك، راضي ربنا في بيتك، راضي ربنا مع كل بني ادم كل يوم، لان صدقني مش هيقعد معاك غير عملك، وصدقني والله في الدنيا قبل الاخره.